السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال السيجار معمرين بواحد الحشوة اللي كتجي لذيذة بلي زيبينار ولا داند وبجبن ديال الدهن. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وندوزو مباشرة باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي حبه ديال البصله اللي مشلده، عندي لادان اللي مقطع طريفات صغار، عندي لي زيبينار اللي مغسولين ومقطعين، عندي الجبن ديال الدهن يعني النوعيه اللي كتختاروا نتوما، النوعيه اللي بغيتو، عندي الثومه بودره، عندي الملح والبزار، وعندي الزيت والزبده. اول حاجه غادي ناخذها كمقله، غادي نديرها فوق البوطه وغادي ندير عليها هكايا الزبده وشويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه كبيره اللي غادي نشلض فيها، اللي غادي نشحر فيها عفوا الحشوه ديالي. اول حاجه غادي نبدا بالبصله، غادي نضيف هكايا حبه ديال البصله اللي مشلده وغادي نبدا نحركها مزيان وغادي نخليها حتى تنزل، حتى تبدا تذوب. عاد غادي نبدا نضيف عليها باقي المكونات. وهنايا من بعد البصله يعني بدات كتنزل، غادي نضيف عليها لادان. عندي كميه ديال لادان اللي مقطعها كتكون قطع صغيره، يعني دائما لادان الا بغينا نديرو يعني كحشوه نقطعوه قطع صغيره. وغادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. يعني بالنسبه للتوابل عينكم ميزانكم. وغادي نضيف هكا شويه ديال الثوم بودره، الا ما كانش عندكم ممكن ديروا واحد الحبه ديال الثومه في الاول يعني تشحر مع البصله. وغادي نحرك هاد المكونات مزيان وغادي نخلي لادان يعني حتى يطيب او حتى يبدا يدخلو الطياب مزيان. عاد غادي نضيف عليه لي زيبينار اولا السبانخ. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، يعني نحاولوا نبداو نغيروا شويه في الحشوات، وان شاء الله غادي نشارك معكم حشوات جداد اللي كيجيو لذاذ بزاف. هنا لادان يعني راه بدا كيدخلوا الطياب، غادي نضيف عليه لي زيبينار باش يكملوا الطياب مع بعضياتهم. كيف ما كنعرفوا انا لي زيبينار واخا نديرو كميه كبيره يعني راه كيهبطوا، ما كيبقاوش هكا، كيبقاوش كميه كبيره، كيبدا تيهبطوا لينا، يعني كيطلقوا داك الماء وتيطيبوا تيتجمعوا. غادي نضيف هكا لي زيبينار فوق لادات، وغادي تلاحظوا ان يعني هما كيطيبوا، هما كينزلوا هكا كل مره نبقاو نحركوا وراهم تيطلقوا الماء، وغادي نخليهم يعني حتى يطلقوا داك الماء ويطيبوا وينزلوا ويشربوا داك الماء ديالهم. نخليو الحشوه حتى تنشف مزيان، عاد نحيدو على البوطه. كيف ما كتشوفوا هنا لي زيبينار يعني بداو كيطلقوا الماء، صافي غادا نبقى هكا كنستمر بالتحراك حتى يشربوا داك الماء كامل ونتاكد بانهم طابوا هما ولادان. صافي ونحيدهم من فوق العافيه. كيف ما كتلاحظوا هنايا صافي راه الحشوه يعني بدات كتنشف ليا. صافي غادي نخليها حتى تنشف مزيان صافي ونحيدها فوق البوطه. وغادي نضيف عليها جبن ديال الدهن. هنايا صافي يعني حيت المقله فوق العافيه. صافي غادي نبدا نحركو هكا غير شي شويه، ومن بعد غادي نضيف العلبه كامله ديال جبن الدهن. يعني ممكن تختاروا اي نوعيه عندكم في الدار، او اي نوعيه كتفضلوا ممكن تستعملوها. صافي غادي نبدا نضيف هكا شويه بشويه وتنحرك الحشوه حتى يتجانسوا لي المكونات كاملين، وغتصبح عندي الحشوه ديال لي زيبينار مع لادان دو الجبن يعني واجده. صافي وغادي نحرك مزيان حتى يتجانسوا او يتخلطوا المكونات كاملين، يتخلطوا مزيان. صافي وغادي نبدا نعمر في لي سيجار ديالي. يعني الحشوه راه ساهله وكطيب دغيا. وهنايا عندي كميه ديال الدقيق اللي درتها مع الماء باش غادي نبدا نلصق لي سيجار. بالنسبه للورقه غادي ناخذ هكا، غادي نطويها على جوج وغادي نقطعها، ومن بعد غادي نزيد نقطعها على 4 حتى في الاخير غادي نحصل على مثلثات كيجيونا ساهلين في الخدمه.
كيعطيونا السيجار مقاد وما كيعذبناش في الخدمة. كيف ما كتشوفوا هنا الورقة قطعتها على جوج، ومن بعد غادي ناخد النص وغادي نزيد نقطعو هكايا حتى نحصل في الاخير على شكل مثلث. صافي، وغادي نحتفظ بالكميه اللي نخدم بها، والكميه الاخرى غادي نجمعها حتى نولي نكمل الكميه الاولى عاد نخدم بالكميه الثانيه. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا في الاخر على شكل مثلث. صافي كنحطوا النص الاخر على جنب، كنرجعوه في البلاستيك الغذائي. صافي، وغادي نبدا نخدم. غادي ناخذ هكايا ورقه ديال البسطيله على شكل مثلث كيف ما كتلاحظوا. صافي، وغادي نبدا نعمرها على هذا الشكل. كناخذ كميه ديال الحشوه وكنبدا نجمع هكايا الجنيبات، وتنبدا نطوي على هذا الشكل. تنبدا نلف، يعني الطريقه راها سهله. وكنبدا نسد هكايا بشويه ديال الدقيق مع الماء، غادي نسدهم. وهذا هو الشكل ديال السيجار ديالي، وغادي نستمر بهذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الحشوه صدقوني كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان هاد الوصفه تجربوها، راها سهله. ممكن ديروا كميه كثيره وتحتفظوا بهم في المجمد، كيف ما ممكن يعني كل نهار هكا يتقادوا وتنوعوا في الحشوات ديالكم. هادو هما لي سيجار ديالي اللي قديت معكم بلي زيبينار. ودابا غادي ندوزو للمرحله ديال الطياب. انايا طيبتهم في اير فراير، يعني بلا زيت، وممكن ديرهم في الفران. كيجيو على هذا الشكل، تيجيو مقرمشين وصحيين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.